السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم متابعي وزوار قناتي على اليوتيوب، قناة محمد حليمي. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد المتعلق بالفوتوشوب، الذي من خلاله إن شاء الله سوف نتعلم طريقة جديدة لإضافة أي لوجو تريد على وجهك بطريقة احترافية. يعني يمكنكم إضافة لوجو خاص بفريقك المفضل، يمكنكم أيضا إضافة لوجو أو علم أي بلد تريد أو علم بلدك الذي تنتمي إليه، بطريقة احترافية. كما تشاهدون معي هذه بعض التصاميم قمت بإنشائها من قبل، كما تشاهدون معي بعض التصاميم. قبل ما أبدأ في الشرح أدعوكم للاشتراك على قناتي على اليوتيوب، وذلك بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب لتصلكم أحدث الفيديوهات والشروحات. سوف أقوم برفع شروحات جد احترافية المتعلقة بالتصاميم والفوتوشوب. لذلك إذا كنت مهتم قم بالضغط على اشتراك لتصلك أحدث الفيديوهات والشروحات. إذا بدون مقدمات طويلة ندخل مباشرة في الموضوع. نقوم بعد أول خطوة نقوم بفتح برنامج الفوتوشوب، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على كنترول أو في لوحة المفاتيح. نقوم باختيار الصورة المراد التعديل عليها. أنا قمت سابقا باختيار هذه الصورة كما تشاهدون معي، لذلك لن أقوم باختيارها مرة أخرى. كما تشاهدون معي قمت باختيار هذه الصورة. بعد ذلك أحبابي في الله نقوم بالضغط هنا على الزر الأيمن للفأرة، ثم نقوم بالضغط على Duplicate Layer كما تشاهدون معي. ننقر هنا ثم نقوم باختيار نيو كما تشاهدون معي. نضع هنا أي اسم ليس مهم، نضع مثلا فوتو، ثم بعد ذلك نضغط على اوكي. سوف تفتح معنا نافذة جديدة بها نفس الصورة. جيد. بعد ذلك نقوم بالتوجه إلى هذه الأيقونة هنا فلتر، ثم نقوم بعد ذلك بالضغط على بلور كما تشاهدون معي، ثم ننقر بعد ذلك على غاسيان بلور. جيد. بعد ذلك نقوم هنا باختيار 3 بيكسل كما تشاهدون معي، ثم ننقر على اوكي. بعد ذلك حبيبي في الله نقوم بالضغط على هذه الأيقونة هنا، ثم نقوم باختيار بلاك وايت كما تشاهدون معي. نقوم بهذه الإعدادات الموجودة معنا كما تشاهدون معي، تقوم بإعدادها على هذه الإعدادات التي أمامك، ثم نقوم بإزاحة هذه النافذة هنا. بعد ذلك نقوم بالضغط على كنترول اس في لوحة المفاتيح. نقوم بحفظ هذا المشروع بصيغة PSD كما تشاهدون معي، في أي مكان. مثلا سوف أقوم بحفظها في سطح المكتب الخاص بي، ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على Enregistrer. تأكدوا أن صيغة المشروع PSD كما تشاهدون معي، ثم نضغط على Enregistrer هنا، ننقر على OK. نقوم بغلق هذه النافذة هنا. بعد ذلك نقوم بالتوجه إلى هذه الفرشاة هنا كما تشاهدون معي، أو عفوا نقوم باختيار هذه الفرشاة أو الأداة التي تقوم بتقطيع الوجه. نقوم بعمل زوم للمشهد شيئا ما. نقوم بتقطيع فقط الوجه على هذا الشكل كما تشاهدون معي، لإزالة هذه الفراغ الذي يتركها هذا القص. نقوم بالضغط على هذه الأيقونة التي تحمل إشارة ناقص، ثم نقوم بإزالته على هذا الشكل كما تشاهدون معي. نحاول تقطيع الوجه بشكل دقيق جدا كما تشاهدون معي. جيد. بعد ذلك حبيبي في الله نقوم بالضغط على الزر الأيمن للفأرة هنا، ثم نقوم باختيار Refine Edge كما تشاهدون معي. بعد ذلك نقوم بالضغط هنا على Smart Radius كما تشاهدون معي هنا، ونقوم بهذه العملية لإزالة هذه العيوب التي يتركها هذا القص كما تشاهدون معي على هذا الشكل. نفس العملية نقوم بها في أسفل الوجه. لم أقم بقص الوجه بشكل دقيق جدا، المهم قوموا بأخذ الوقت الكافي لذلك. ثم بعد ذلك نقوم بالضغط على OK هنا.
جيد. بعد ذلك أحبابي في الله نقوم بالتوجه إلى هذه الأداة هنا، نقوم بالضغط على بلاك وايت كما تشاهدون معي. نقوم بنفس الإعدادات التي قمنا بوضعها سابقا، ثم بعد ذلك نتوجه إلى هذه الفرشاة هنا، نقوم باختيار الحجم المناسب للفرشاة، نقوم بعمل زوم للمشهد شيئا ما، ثم نقوم بإزالة هذا التأثير الأبيض والأسود على العينين على هذا الشكل. نتأكد هنا أن الأوباسيتي 100% والفلاو هنا 100% كما تشاهدون معي، ونقوم بهذه العملية على هذا الشكل. نفس العملية فيما يخص العين الأخرى. بعد ذلك أحبابي في الله نقوم بنفس العملية فيما يخص الفم، لكن يجب النقص الأوباسيتي قليلا، مثلا إلى 40%. نقوم بنفس العملية على هذا الشكل. الآن وصلنا إلى مرحلة مهمة جدا، وهو طريقة اختيار اللوجو المناسب للوجه وطريقة إيجاد الصور التي سوف نستعملها. كل ما عليكم فعله هو الذهاب إلى محرك البحث جوجل كما تشاهدون معي. في محرك البحث جوجل هنا نقوم بكتابة مثلا على سبيل المثال إذا كنا نريد إضافة لوجو خاص بفريق ريال مدريد، كل ما عليكم فعله هو كتابة ريال مدريد زائد هنا نضع فراغ ثم نكتب لوجو على هذا الشكل، نضع فراغ ثم نقوم بالضغط بكتابة PNG صيغة الصورة PNG، ونضغط على انتري لبحث عن هذه الكلمة. سوف تظهر لكم هنا أيقونة أو لوجو خاص بفريق ريال مدريد، نقوم باختيار اللوجو المناسب. فعلى سبيل المثال أعتقد أن هذا لوجو مناسب كما تشاهدون معي بدون خلفية صيغة PNG. يمكنكم الضغط على عرض الصورة هنا وتحميل الصورة على هذا الشكل enregistrer l'image، واختيار مكان تحميل الصورة. إذا كنتم تريدون إضافة علم بلد، فكل ما عليكم فعله هو كتابة علم البلد التي تريدون إضافته. مثلا سوف أختار على سبيل المثال فرانس، علم فرنسا، ونكتب نضع فراغ ثم نكتب فلاغ على هذا الشكل. عفوا هنا نسيت حرف اغ، فرانس على هذا الشكل. ونقوم باختيار اللوجو المناسب. فعلى سبيل المثال أعتقد أن هذا لوجو مناسب، لا تقوم باختيار مثل هذا أو مثل هذا اللوجو، فلن يأتي بشكل جيد في الصورة. بالتالي قم باختيار الصورة عادية وبسيطة جدا. على سبيل المثال سوف أقوم بالاشتغال على هذه الصورة. على سبيل المثال نقوم بتحميلها على هذا الشكل كما تشاهدون معي صيغة الصورة PNG. نضغط على enregistrer هنا، ونقوم بإضافتها في برنامج الفوتوشوب على هذا الشكل. نقوم بإضافتها في نافذة جديدة. بعد ذلك نقوم بالضغط على كنترول A في لوحة المفاتيح، نقوم بالضغط على كنترول C لذلك على أساس نسخ هذه الصورة، ثم نعود إلى هذه الصورة نقوم بالضغط على كنترول V، وذلك على أساس لصق هذه الصورة هنا. بعد ذلك نقوم بالضغط على كنترول T لتصغير حجم الصورة قليلا. نقوم بالضغط على هذه الأداة هنا، نقوم بعد ذلك بتصغير حجم الصورة على هذا الشكل. نقوم هنا في الأوباسيتي نقوم بتخفيضها إلى 30% أو 27 مناسبة. على كل حال نقوم بتخفيضها على هذا الشكل. نقوم باختيار المقياس المناسب للصورة. على سبيل المثال هذا المقياس المناسب، نقوم بإضافتها على هذا الشكل كما تشاهدون معي. جيد. بعد ذلك أحبابي في الله نقوم بالتوجه إلى
الفلتر هنا، نقوم بعد ذلك بالضغط على ديستور كما تشاهدون معي وننقر على بنش. بعد ذلك نقوم باختيار هنا ناقص 30% كما تشاهدون معي، ناقص 30%، ونضغط على اوكي. بعد ذلك نقوم بالعودة إلى الفلتر، ثم بعد ذلك ديستور كما تشاهدون معي، ونقوم بالضغط على ديسبليس كما تشاهدون معي. نقوم هنا بوضع 5 رقم 5، وهنا فيرتيكال سكار 5، ننقر على هذا الخيار هنا وهذا الخيار هنا، ثم ننقر على اوكي. بعد ذلك ركزوا معي، نقوم يعني باختيار المشروع الذي قمنا بحفظه قبل قليل. كما تشاهد قمت بحفظ هذا المشروع من قبل، نقوم يعني بالضغط عليه ثم ننقر على اوفغيغ على هذا الشكل. جيد. بعد ذلك احبابي في الله نقوم يعني بالضغط على Alt في لوحة المفاتيح باستمرار. بعد ذلك نقوم بالضغط على هذه الصورة هنا أو هذه الأيقونة هنا أو هذه النافذة إن صح التعبير، ثم نقوم بالضغط على Alt في لوحة المفاتيح باستمرار، ونقوم بإزاحة هذه الطبقة هنا كما على هذا الشكل كما تشاهدون معي. بعد ذلك يعني نقوم بزيادة في الأوباسيتي إلى ما بين 40% إلى 50%، يعني على حسب الصورة. مثلا سوف أضع 50% هنا. بعد ذلك نقوم بالضغط هنا، ثم نقوم باختيار كولر بورن كما تشاهدون معي، هذا الخيار على هذا الشكل. بعد ذلك نقوم يعني بالضغط على هذه الأيقونة هنا، ونقوم باختيار فيبرانس كما تشاهدون معي، فيبرانس. نقوم بالتعديل على الخيار فيبرانس إلى 100% أو زائد 100 كما تشاهدون معي على هذا الشكل. نقوم بالتعديل على ساتوريشن على هذا الشكل قليلا كما تشاهدون معي. نقوم يعني بتخفيض الأوباسيتي هنا قليلا كما تشاهدون معي. يعني هذا هو الشكل النهائي للصورة. لحفظ الصورة يعني في جهازك كل ما عليك هو الضغط على كنترول زائد Alt زائد S في لوحة المفاتيح. نقوم هنا يعني باختيار صيغة الصورة التي تريد. مثلا سوف أقوم يعني بحفظها بصيغة JPG كما تشاهدون معي. نقوم باختيار مكان الحفظ، ثم نضغط على Enregistrer، وسوف يتم حفظ الصورة في المكان المخصص الذي قمت باختياره. إذا أحبابي في الله هذا هو كل شيء فيما يخص يعني درس اليوم. نتمنى أن يكون يعني قد استفدتم من هذا الدرس. إن كان لديكم يعني أي مشكل أو أي استفسار يمكنكم يعني طرحه في تعليق أسفل الفيديو. إذا كان لديكم أي صعوبة أو أي إشكال لا تترددوا في وضع تعليق أسفل الفيديو. إذا أعجبكم يعني الفيديو لا تبخلوا علينا بزر لايك، لأنه صراحة يعطينا تحفيز كبير جدا لوضع فيديوهات وشروحات جديدة. لا تنسوا الضغط على زر سبسكرايب أيضا للقناة. إن واجهتم يعني أي مشكل يعني يمكنكم يعني التواصل معي مباشرة على حسابي الخاص. سوف تجدون يعني رابط الحساب أسفل الفيديو، يمكنكم يعني التواصل معي مباشرة. إذا هذا هو كل شيء فيما يخص درس اليوم. أتمنى أن تكون يعني استفدتم من الدرس. دمتم في أمان الله، وإلى درس آخر إن شاء الله. السلام عليكم.